هتعمل ايه اول ما تعرف ان انت اترفدت من شغلك؟ اول ما يجي لك ايميل ان هم استغنوا عنك، او حتى يجي لك رساله واتساب، او يجي الاتش ار يبلغك ان انت خلاص تم الاستغناء عنك. انا بعيش المشهد ده بقالي تقريبا 10 سنين من اول ما بدات مجال الموارد البشريه او الاتش ار. طيب ايه اللي الناس بتعمله غلط وايه اللي الناس بتعمله صح؟ خليني اقول لك انت المفروض تتصرف ازاي. اول حاجه اعرف ان الارزاق بايد ربنا، فاوعى تتحايل او تتنازل علشان تكمل في شغلك. تاني حاجه اسال عن السبب، شوف ايه السبب، هل الشركه دي هتقدر توضح لك سبب يقنعك ولا لا؟ طيب لو السبب اقنعك خلاص، لو السبب ما اقنعكش حاول توضح لهم وجهة نظرك بطريقة احترافية. انت كده عملت اللي عليك، والخطوة التانية بتاعت ربنا، يمكن يتراجعوا في القرار ويمكن ما يتراجعوش. طيب لو ما تراجعوش وبرضه استمروا في القرار، خلاص انت عارف ان انت كده مالكش فرصة تانية. فالصح هنا انك هتبدأ تبص في العقد بتاعك، شوف ايه حقوقك وايه مستحقاتك وايه اللي عليك برضه للشركة. فانت هتشوف اللي ليك وهتشوف اللي عليك. يعني مثلا لو ليك شهر اختار، هل هم هيدفعوا لك؟ لو ليك رصيد اجازات هيدوها لك ولا مش هيدوها لك؟ لو انت ليك شروط في العقد او البنود في العقد متماشيه مع قانون العمل في اي بلد انت فيها، والشركه هتدي لك حقوقك كامله بما يرضي الله، يعني هيدوا لك كل مستحقاتك، خلاص انت كده مش عايز حاجه منهم. مش لازم بقى تطلع تعمل مشكله ولا تبدا تقول انتوا ظلمتوني ولا تقعد تقول لهم انا مختصمكم قدام ربنا. خلاص العقد شريعه المتعاقدين، هم استغنوا عنك وادوك حقوقك اللي في العقد. اقفل الصفحه دي وابدا افتح صفحه جديده عشان تعرف تشوف مستقبل.